بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بالأحبة ومرحبا بالأصحاب. كما راكم تشوفوا حبيباتي، لهنا جبت عندي الخبز اليابس. حبيت ندير بيه وصفة خير من نرميه. لهنا كعود عندك خبز يابس، ديك تكي بهذه الطريقة ولا بمهراس والله كيما تحبي، باش ما يجيش يعني صعيب على الروبو تاعك ولا يفسدولك. ولوحيه هكذا في الروبو ورحيه. المهم فتيهولو هكذا وخليه يرحيهولك. هو يجي يعني بالخبز اليابس. هذه الوصفة وصفة الرفيس، يجي بالخبز اليابس أحسن. لأنه الطري راح يدور في الروبو، مش راح يتسرحالك. لهنا خليه يتسرحى مليح، ومن بعد تفرغيه في كاش بلاطو هكذا، وتبقاي شغل تنظي فيه هكذا بشويه كما يقولوها، دري فيه باش يتلم لك هذاك الحبات الكبار. زيد تعاودي تلوحيهم ترحيهم. تبقى يعني تكرري في العملية هذه حتى تخلصي كامل الكمية تاعك تاع الخبز. لهنا زدتلو الكسرة، حكمت الكسرة تاعي فتتها كما راكم تشوفوا، ورحيتها هي ثاني. راح نرحيها رقيقة كما رحيت الخبز ونخلطهم مع بعضهم. الكسرة يعني ما تهمش، كسرة صابحة ما تهمكش، يعني مش كيما الخبز لازم يكون يابس باش ما باش يترحلك يعني، لانه كون ما يعودش يابس مش راح يترحى. وكي تخلطوا مع بعضهم راح يجي هايل، خليط مع الكسرة والخبز راح تجي روعة. بقاي يعني تخبطي بالطريقة هذه هكذا، وتنحي هذاك الوجه عبالك تتلم لك هذاك الحبات الكبار يتلموا الفوق، تلميهم وتعاودي تحطيهم يتسرحوا. لهنا بعد ما رحيتهم مليح، جاب هذه الطريقة زدتلو الزيت، راح نبسو مليح مليح بالزيت ومن بعد نحطو يفور. شوفوا معايا الطريقة خطوة بخطوة باش يعني ينجح لكم ويجيكم روعة، راح يجي رايع كما تاع الأعراس. لهنا هكذا وبسيه، لازم ما تبقى حتى بلاصة ناشفة، لازم تبسيه بيان حتى يبان بلي راهو شغل مرنخ هكذا. لازم يدك تولي مزيته. لهنا بعد ما درت له الزيت كما راكم تشوفوا هكذا، ماهوش راح يلصق لي نهائيا. راح نحطه في الكسكس يتفور. لهنا بعد ما تفور لي نروح نوجد له انايا الحليب، نحط فيه شويه تاع العسل، مغرفه هكذا تاع عسل نخلطها مليح. ندير شويه تاع ما زهر. انا لهنا كملت النص الاخر بالما زهر لاني درت كميه كبيره. رايحه نبخ هكذا ونحرك بيدي هكذا. بخي غير بشويه وخلطي وهو يشرب تزيدي كوبي، ومع الاخر زيدي ديريلو شويه تاع الزيت وزيدي حطيه يتفور. لهنا كيما تحبي، يعني تحبي تزيدي تضيفي تحطي زبيب يتفور وانتي قاعده ديري في هذه الخطوه، تحطيه لبين ما هو طرى. لهنا كيما راكم تشوفوا
حركته مليح، بقات لي هذيك الكمية. راح نحطو يفور، وكي يفور نزيد نكملها معاه، ونزيد لها شوية زبدة ذايبة. شوفوا كيفاه راه مفروك حبة ما لاصقة في اختها. ديري له هذيك العسل باش يحلى. لهنا راني جبت الزبدة تاعي ذوبتها، وراح نكب غير شوية في الكاس ونشوف كل ما نحتاج نزيد هكذا. وخلطي مليح، راهي ريحة الماء زهر تظهر بالله الله تشهي. واذا ما عندكش الخبز اليابس اشري خبز عادي ولوحيه في الكوشه يتحمر، منها راح يعطيه اللون ومنها راح يجي مبسس اكثر. ورحيه عادي عبالك الخبز كي يتحمر. ما راكم تشوفوا لهنا راهي الدنيا بكل محطوطه. بالك درت المسمن كي غسلت تسمى هذاك السني تاع المسمن خليته تسمى يقطر ثما مع الطاجين اللي طيبت به الكسرة بعد النرفيس. لهنا راح نضيف قليل من السكر، تسمى تضيفي غير بشويه ما تكثريش حتى يعني تحصلي على الحلاوه اللي تحوسي عليها. واذا عندك شويه كونفيتور زيدي له الكونفيتور تاع المشماش، راح يعطيه واحد الذوق ما شاء الله. لهنا انا جبت الرفيس نتاعي وجبت الزبيب وراح نزين به. الزبيب راني فورته كما راكم تشوفوا فيه، راه مفور. فورته وخليته باش نخلطو غير مع الاخر ونزين به. لهنا عندي الكاوكاو، عندي غير كميه صغيره درت شويه في خلطتها يعني وشويه خليتها للتزيين. كما راكم تشوفوا لهنا راهي تضرب واحد الريحه، ريحه المزهر والزبده، راهي واحد الريحه تكون راك في العرس. لهنا زينته بهذا الطريقه، درت له شويه سكر شويه زبيب من الفوق وشويه كاوكاو، حطيت له العسل في الوسط وهذه هي طريقة التزيين. وكل واحد عنده طريقة التزيين نتاعو، تسمى تزيين اختياري ما هو شيء واجب ولا حاجة يعني اللي لازمة، كل واحد يزين كما يحب. لهنا جبت هذه تاع العسل، كبيت عليها هكذا بشوية في الجوانب. جربوه راح يعجبهم. قدميه مع البن بارد، راح يعني راح يعجبهم وراح يطلبوه منك مرة أخرى. هكذا هذا هو الحل تاع الخبز اليابس كي يقعد لك والكسرة اليابسة، ديريه بهذه الطريقة وراح يجي بنين بنين. وما تنسونيش بالاشتراك والتشجيع، وش نقولكم شهية طيبة وإلى اللقاء.